فاجعة كبرى تهز الوسط الفني، مصر تفقد أهم نجم فيها وداعا النجمة الكبيرة الجميلة ليلى طاهر. خبر حزين جدا عن الجميلة ليلى طاهر. هنعرف ايه اللي حدث ليها، شيء لا يصدقه عقل. ناس كتير بتقولك ان ده عقاب شديد جدا من ربنا ليها، وأول ظهور لابنها الوحيد اللي بيرد على الناس دي بالصوت والصورة. كمان هنشوف عدد الزيجات الخاصة بيها. الموضوع أبكى الجميع حرفيا. ايه اللي حدث ليها بعد ظهورها الأخير؟ الناس شافوها فعلا، قالوا كلام كبير جدا وخطير عنها، اللي هتعرفوه دلوقتي بالتفاصيل. حرفيا مبكي للغاية. الموضوع أبكى الجميع لأن هذه الفنانة من الجيل الجميل، فنانة قررت الاعتزال من فترة، وقررت إنها لو هترجع مرة تانية هتشتغل، بس يكون الأعمال دي على قدر تاريخها الفني، مش أي دور والسلام. انتشر خبر بعد ظهورها الأخير واللي كان واضح عليها كل علامات التعب والمرض، وهي كانت ماسكة في إيديها عكاز. طبعا اسمها شروت مصطفى فهمي، من أصل تركي. اتولدت 13 مارس 1938، عندها 86 سنة. اتجوزت 6 مرات، هي من جميلات السينما والشاشة المصرية. والدها مهندس زراعي، خريجة بكالوريوس خدمة اجتماعية. كان نفسها تشتغل في الفن. والدتها كانت بتعمل ليها حجاب من كتر ما خايفة الناس تشوفها بسبب القدر الكبير من الجمال ليها، وكانت فعلا طول الوقت ماشية بهذا الحجاب. اكتشفها رمسيس نجيب وسماها في وقتها ليلى طاهر، على حسب قصة حقيقية في رواية لإحسان عبد القدوس. عملت حوالي 286 عمل، شامل آخر عمل ليها اللي هو السيت كوم الباب في الباب، وعملت فيه الأربع أجزاء. اتجوزت كذا مرة. الزيجة الأولى كانت من رجل الأعمال محمد الشربيني، وهي كان عندها ابن وحيد فقط منه اسمه أحمد محمد الشربيني، واللي ظهر علشان يرد على الكلام اللي انتشر عن والدته. ودي كانت أول زيجة ليها. تاني حاجة من حسين فوزي، قعدت معاه 3 سنين، وبعد كده الصحفي نبيل عصمت واتطلقوا على طول. اتجوزت بعد كده عن قصة حب كبيرة قوي ما بينها وما بين يوسف شعبان، ولكن بالرغم من قصة الحب قعدوا مع بعض 4 سنين. اتطلقوا فيها 3 مرات، واستحال بعدها الرجوع. طبعا أخد فتوى وراح علشان يحاول يرجع ليها، وأخد فتوى من الأزهر، ولكن الموضوع كان مستحيل لأنهم كانوا محتاجين محلل، وده كان يعني حاجة مستحيلة ما بينهم. طبعا يوسف شعبان رحمة الله عليه كان بيغير عليها بطريقة غير طبيعية. بعد كده اتجوزت من الملحن خالد الأمير، والزيجة الأخيرة من واحد خارج الوسط الفني. أعلنت الاعتزال وقالت خلاص أنا بقى يتعرض عليا أدوار ما بتلقش بيا، وقالت أنا لحد الآن ما لبستش الحجاب، ومش لازم ألبسه لأني من القواعد، فما بقتش بخرج كتير عشان الناس تشوفني، وتمنيت ان انا اعيش في السعودية. بقالها فترة طويلة جدا محدش بيعبرها ولا بيجيب سيرتها ولا بيتكلم عنها ولا بيعرض عليها اعمال، وده كان كلامها هي. وقالت خلاص الناس نسيت تاريخي كله. وبعد التواصل طبعا، وخصوصا بعد انتشار خبر انها تم بتر القدم الخاص بيها وتركيب ساق صناعية، هي بالفعل وقعت في الحمام، وده اللي قالته مرات ابنها، وأصيبت بكسر وتركيب شرائح ومسامير. لكن الأنباء إنها بالفعل ركبت قدم صناعية، الكلام ده عاري تماما من الصحة. عزة لبيب ديت مرات ابنها قالت لا يا جماعة، هي متواجدة ولكن تعبانة وحالتها الصحية صعبة جدا، وبقول للناس مفيش حاجة اسمها عقاب ربنا ليها وان انتوا شمتانين فيها. هي كانت عملت ايه؟ دي انسانة اخدت جنب وخلاص قررت انها تعتزل، واشتغلت شوية في الفن وفي التمثيل زيها زي ناس كتير. حرام عليكم ترموا الناس بالباطل. طبعا ندعي لها بالصحة ودوام العافية، وكمان بتمنى منكم تقولوا احسن ادوار ليها، ايه الدور اللي بتحبوه ليها، وايه الاعمال اللي انتوا فاكرينها للجميلة ليلى طاهر.